هنتكلم النهاردة عن ممثل يقدر يخليك تضحك ضحك هستيري وممكن يعمل مشهد يخليك تصدق وتتأثر منه. محمد ثروت. في الفيديو ده هنتكلم عن مشواره وازاي بقى من أهم نجوم الكوميديا في مصر. تبدأ القصة بطفل اسمه محمد ثروت سعيد من مواليد 1979، ووالده ثروت سعيد بطل رمي الكورس في مصر وأفريقيا. كان بيحب التمثيل جدا وهو صغير، لدرجة لما بيكبر وبيخش الجامعة بيسقط 7 سنين عشان المسرح. فده يثبت لك إنه مش ممثل وخلاص، ده بيحب التمثيل من صغره وفنان بجد. بعد كده بيدخل المركز الإبداعي الفني وبيشارك في مسرحية قهوة سادة، وكان فيها نجوم كتير واتعرف منها نجوم كتير. بعدها بيظهر في مشهد في فيلم ولاد العم. بعدها شارك في دور أكبر حبتين في كلمني شكرا. بعدها بيشارك في مسلسل كبير باسم محسن ممتاز. بعد كده بيعمل 18 يوم. في 2012 بيشارك في حلم عزيز. بعد كده بيعمل في 2014 بيشارك في الحرب العالمية التالتة بشخصية أحمد عراب. ومحمد ثروت عمله بطريقة حلوة جدا، والفيلم ده أصلا طفرة في الكوميديا. في 2016 شارك في أعمال كتير زي جحيم في الهند، وبرضه شارك في نيلي وشريهان، وبعده مؤمن وشركائه، وكلب بلدي مع فهمي، وبعدها عسل أبيض. بعد كده في لا لاند الدور فرج الشرير وفرج الطيب، حرفيا الدور ده أيكونيك. بعد كده شارك في عندما يقع الإنسان في مستنقع أفكاره فينتهي به الأمر إلى المهزلة. وبعد كده بيشارك في شنطة حمزة. بعد كده ياباني أصلي. بعدها أرض النفاق مع هنيدي، وحرفيا المسلسل ده كان حلو جدا. بعدها نورت مصر، وبعدها علي بابا، وبعدها الكويسين. بعد كده بيشارك في أحسن فيلم كوميدي آخر كام سنة وهو بنك الحظ بدور زيرو، وحرفيا الدور ده كان حلو جدا، غير الكيمياء بينهم هما التلاتة، غير إن محمد ثروت عمله بطريقة حلوة جدا برضه. طبعا ما ننساش مشهد اللي عايز تولع لي الشقة؟ انت فاكرها الزريبة اللي انت عايش فيها؟ جرايه مصالح انت. ايه مصالح؟ غير إن أشهر إفيه ثروت ده من الفيلم ده. دارت يا سيح. بعدها شارك في آخر ديك في مصر. وطبعا هو محمد ثروت كان بيشارك في السنة في أكتر من عمل، بس أنا بحاول أذكر أغلبيتهم وأحلاهم لأن أكيد مش كل الأعمال حلوة. وبعدها عفاريت علي علام بدور عربي. في 2018 شارك في واكلينها ولعة. بعدها عزمي وأشجان، وبعدها سراية حمدان. وهنا أصلا ثروت ما كانش بيهتم بإنه يكون بطل دور أول أو تاني أو تالت حتى، المهم عنده الدور، لو دور حلو ومشهد واحد بيعمله. ده يثبت لك قد إيه هو بيحب الفن. بعدها بيعمل مع محمد إمام وياسمين صبري ليلة هنا وسرور. بعدها شارك في ألبوم أمه مع شيكو وهشام ماجد بدور المعلم سعد. بعدها شارك بدور جريشة في رجل متوحشة. أنا عايز أقولك إن في 2018 بس هو ظهر في 13 عمل، فأكيد مش هذكرهم كلهم يعني الفيديو هيبقى طويل جدا. في 2019 ظهر في سوبر ميرو. بعدها شارك في انت حبيبي وبس، وبعدها انت ايه، وبعدها الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق. بعد كده بدل الحدوتة 3. بعدها سبع البرومبا. بعدها سعد رضا. كل ده كوم واللي جاي كوم تاني، لأنه بيشارك في مسلسل اللعبة بدور جميل جمال. حرفيا محمد ثروت عمل دور جامد جدا، أو بمعنى صح عمل دور عمره في المسلسل ده. ده غير الكيميا بينه وبين شيكو عميق قوي، بس عبيط قوي قوي. جامدة جدا بجد. بعدها شارك في رجالة البيت مع أكرم وفهمي. في 2021 بيشارك في أحمد نوتردام. بعدها ديدو طلع من الفيلم ده ضحكة مشهورة جدا لثروت. بعدها البعض لا يذهب للمأذون مرتين. في 2021 بيشارك في اللعبة 2 ليفل الوحش. عارفين المسلسل ده يا جدعان حلو بكل المقاييس. بعدها بيعمل بين السما والأرض، والأول مرة محمد ثروت يعمل دور تراجيدي، وحرفيا عمله بطريقة حلوة جدا وأنا صدقته شخصيا. بعدها عمل حامل اللقب. بعدها الفرح فرحنا. بعدها من أجل زيكو. بعدها عمهم. بعد كده بيشارك برضه في اللعبة 3. بعدها فاتن أمل حربي. في 2023 بيشارك في أعمال كتير زي آخر فوق الشجرة و2 للإيجار مع بيومي فؤاد، والفيلم ده بيحقق 900,000 جنيه بس. وبعدها اللعبة 4. بعد كده ألف حمد لله على السلامة، وبعدها كوبرا، وبعدها فاصل من اللحظات اللذيذة، بعدها عصابة عظيمة، وبعدها عصابة الماكس. في 2025 بيشارك مع علي ربيع وأس في الصفة ثانوية بنات. بعدها ريستارت. وحرفيا انا اللي عجبني في ريستارت هو محمد ثروت، بس عمل دور حلو جدا وعجبني جدا الدور بجد. بعدها روكي الغلابه مع دنيا سمير غانم ومحمد ممدوح، بس الصراحه ما اتفرجتش على الفيلم ده. واخرهم انه هيشارك في اللعبه. ونيجي لسؤال الحلقه، ليه محمد ثروت ممثل عظيم؟ اول حاجه بجد انه كينج في الكوميديا، ولما جه عمل تراجيدي عمله بطريقه عظمه. وغير كل ده انه بيشارك في السنه في اكتر من 13 عمل، وساعات بيعمل اكتر من 13 عمل اصلا. فمين بيعمل كده اصلا؟ ده الفنان او النجم بيعمل فيلم او مسلسل او فيلم ومسلسل في نفس السنه بس. فده يثبت لك قد ايه هو عظيم، وانا قصدي بعظيم انه ممثل جامد ومتنوع، مش حاجه الهيه، لان العظمه لله وحده. وبجد محمد ثروت ممثل جامد جدا وانا بحبه جدا. ما تنساش تعمل لايك واشتراك وتقول لي تحب الحلقه الجايه عن مين. وبس كده، سلام.